لولو هنعمل لكم الوصفه وبكون تشوفوها. طعمه خطير بجد زي اللي بتجيبوه من الكافيه. والله يعني حلو عجبك؟ لا تحفه. انت مين اللي مخلص نص الصينيه؟ مش انا اللي مخلصها. ده هي خلصت لوحدها. سبحان الله. يلا نصلي على نبينا الغالي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما شفتوا في اول الفيديو دودو معانا عملت معانا قبل كده البانكيك، ارجعوا شوفوها هيعجبكم ان شاء الله، واستنوا وصفات كتيره مع دودو. وكان ده رايها في التريمسو، لسه منزله لكم الفيديو امبارح، ارجعوا شوفوه هيعجبكم قوي، لازم تجربوه وترجعوا تقولوا لي. ما تنسوش اللايك الجميل زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. تعالوا نعمل اكله سريعه وسهله وخفيفه، وتقريبا كل الناس بتعملها دلوقتي عشان الحر اللي احنا فيه، ربنا يعيننا جميعا يا رب. هنعمل مكرونه. طبعا كلنا بنعرف نعمل مكرونه، بس انا بقول للبنوتات اللي لسه داخله على الجواز جديد، لسه متجوزه جديد، طبعا احنا كلنا ستات بيوت شاطره وجدع، ربنا يعيننا جميعا ويحسن ما بين ايدينا يا رب. كنت غاليه ميه فيها ملح، وحطيت مكرونه سباكيتي تمام، وما استوت معايا، بسيب بس فيها عضه شويه وباخد من الميه بتاعتها وبصفيها تمام. معايا بصله، في ناس بتعملها بالثومه، قولوا لي انتوا بتعملوها بالبصله ولا بالثومه، قولوا لي في الكومنتات. وحطيت عليها الماده الدهنيه دي براحتكم، انا حاطه زبده وزيت، وبسيب البصله تدبل معايا. وطبعا بكون عامله عصير طماطم، في ناس بتصفي الطماطم بس انا برضو ما بصفاش. ودي ميه المكرونه، بحب احطها قوي مع الصلصه او مع البشاميل. وحطيت ملح وفلفل اسود وشطه ورشه جوز الطيب اختياري، بس بصراحه بتفرق جدا في الطعم. وساعات كمان بحط ريحان لو موجود، وسلام بقى لو ريحان فريش، يا هيوديها في حته تانية خالص، هتحسوها كده ان هي ايطالي خطيره. وقولوا لي برضو، في ناس على فكره ما بتحبش المكرونه، فقولوا لي بتحبوا المكرونه ولا لا، بتحبوا الرز اكتر ولا المكرونات. بس هو بصراحه الجو مش مستحمل اي اكل، ولا مكرونه ولا رز ولا اي حاجه، فربنا يعيننا جميعا. زي ما انتم شايفين سبتها تتسبك معايا، ممكن تحطوا صلصه جاهزه لو انتم حابين. وما اتسبكت معايا انا نطرت الايدام بتاعها زي ما بنقول كده بالبلدي، وتمام. وظبطت طبعا الملح بتاعي، حطيت عليها المكرونه. وفي ناس برضو بتحمل الصلصه لوحدها والمكرونه لوحدها، انتوا قولوا لي من انه ناس فيهم يعني من انهي ناس، اللي هي بتبقى بتعملها بالبصله ولا بالثومه، ولا بتسيب الصلصه لوحدها والمكرونه لوحدها، ولا بتحطها على بعض. بصراحه انا بحطها على بعض عشان كده اسهل لي. يعني انا لما بحط ده لوحده وده لوحده، ما انا كده كده بحط الصلصه على المكرونه وباكل هياها، فانا ليه فانا كده بريح دماغي، يعني احط كله على بعضه ويبقى في طبق واحد، يعني مش كتر مواعين يعني. بحطها على نار هاديه او على شياطه تمام. وانا المكرونه ما بقلبهاش كتير، يعني هي التقليبه اللي قدامكم دي وتقليبه مره كمان، اول ما احس ان هي خلاص شربت الصلصه وبطفي، ما بقلبش، ما افضلش كل شويه اقلب في المكرونه عشان ما تتكسرش معاكم. وهنا بقى كنا بنحمر بطاطس عادي زي ما قلت لكم، هي اكله سريعه وسهله. وهو كان يوم كده كنت مقضياه هناك عند بابا، ربنا يديه الصحه والعافيه يا رب ويخلي لينا. وما تنسوش ماما في دعائكم رحمه الله عليها، على امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين حمرنا البطاطس بالطريقه العاديه خالص، هي اكله سريعه وسهله كده. وزي ما بقول لكم بنحتار كل يوم في الحر ده هناكل ايه، قولوا لي اتغديتوا ايه النهارده، قولوا لي ما بتبقوا بقى مش قادرين تخشوا المطبخ بتعملوا اكل ايه. فهنا كنت بحمر سجق عملته معاكم قبل كده، قولوا لي برضو طريقتكم في السجق ايه. انا بحط بس حبه زيت صغيرين، او ممكن ساعات ما بحطش، ده سجق بلدي. بصوا المكرونه خطيره يا جماعه خطيره، رشه جوز الطيب بتوديها في حته تانية خالص. وزي ما قلت لكم جربوا حطوا فيها ريحان لو موجود، بس مش كتير، يعني ممكن نص معلقه. هنا بقى السجق بقلبه تقلبتين كده بيبدأ ياخد لون. في ناس بتحمره ويبقى تمام كده، بس انا بعمل فيه تركايه، اللي انا بحط له ربع كوبايه ميه بيخليه ينتفخ معاكو ويستوي. بصراحه ربع كوبايه ميه دي بتفرق جدا في الطعم. بس في ناس بتحب اصلا السجق الرفيع المتحمر قوي، عندي الولاد بيحبوه كده بصراحه، بس انا بحبه كده، فهم ياكلوه زي ما احنا بنحبه اكيد يعني بألف هنا
على اللي نصيب ياكل منه. و يعني اكله سريعه وخفيفه، وزي ما بقول لكم المطبخ يعني الواحد مش مستحمل يقف في المطبخ كتير، وما بيتشرب الميه بسيبه يتحمر من الجنبين وبألف هنا. هنا دودو بقى معانا، كانت بتساعدني بصراحة. حلو قوي ان الواحد يبقى في حد بيساعدك في المطبخ، دي حاجة جميلة جدا. تحسوا ايه ان هو في الدنيا بتمشي بسرعة، زي ما بنقول ايد على ايد بتساعد. هي بتحب تاكل الطحينة، قصدي المكرونة بالطحينة. انا جربتها بصراحة كانت حلوة قوي. طبعا دي طحينة خام، حطت ملح، وهي بتحط فلفل اسود، انا ما بحطش فلفل اسود، بس كانت حلوة والله. تسلم ايديها ويفرحني بيها وباخواتها وكل البنات، يا رب ويفرحكم بكل حبايبكم، اللهم امين. وحطت شطه، بصوا بتحب الشطه قد عينيها يا جماعه، بتحط شطه كتير بقى، وكمون. تمام كده. وانا هنا كنت خلاص خلصت البطاطس، واحط عليها فلفل اسود وحبه ملح وتمام. لو في بهارات بطاطس بنحط. هنا بقى حطيت هي على الطحينه خل، وهتحط كمان ليمون. هي بتحط بقى ايه كله على بعضه، وبعدين تحط الميه وتقلب. عارفين انتوا بقى الجيل بتاع اليومين دول عايزين كل حاجه بسرعه بسرعه. هو ده. بس والله كانت جميله قوي، تسلم ايديها يا رب. وكانت عامله لنا البانكيك تحفه، ارجعوا شوفوه هيعجبكم قوي ان شاء الله. واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله تعمل لكم وصفات حلوه. هنا بقى بصوا القوام، هو ما كانش القوام خفيف، هي كانت عايزاه تقيل بس، وكانت حلوه قوي بالمكرونه على فكره، جربوها. وهنا اخر الليل دودو فاتحه ايه؟ قولي يا دودو. فاتحه لايف. دودو بتاعت البانكيك. هتعملي لنا وافل. هتعملي لنا وافل امتى؟ بكره. بلاش بكره ايه؟ بكره انا ماشيه. الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي هننزل لكم فيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه. قولي لهم يلا اشتركوا في القناه. وان شاء الله هننزل لكم يعني الاسبوع الجاي فيديو تاني. ايه هو؟ الوصفه ان شاء الله بتاع دودو برضو. بصوا جامد، طعمه خطير، طعمه خطير. وانت عملتي الفيديو بتاعك هعمله لسه. خالته هتنزل لكم الوصفه. على صوتك. خالته لولو هتنزل لكم الوصفه تبقوا تشوفوها. طعمه خطير بجد، زي اللي بتجيبوه من الكافيه. والله يعني حلو. عجبك؟ تحفه. انت مين اللي مخلص نص الصينيه؟ مش انا ده، هي خلصت لوحدها. سبحان الله. يلا باي رودي. باي.